الطريق نحو المغرب بالنسبة للمنتخب الجزائري يبدأ من أثيوبيا في أول اختبار رسمي بعد المونديال، وهو لمباراة للمدرب الجديد كريستيان غوركيف. أما المنتخب الأثيوبي فيريد إثبات ذاته كرويا على أرضه، وباشر ذلك شيميليس بيكيلي مبكرا، لكن رايسن بولحي صد تسديدته. الرد الجزائري جاء بتوزيعة من سوداني، وبالكلام لم يقدر مسار الكرة التي مرت جانب القائم. المنتخب الأثيوبي حاول مباغتة المنتخب الجزائري، وبالكلام يصد الكرة برأسه. الهجومات المعاكسة كانت سلاح المنتخب الجزائري. إبراهيمي يمنح سليماني مشروع هدف لكنه ضاع. أما نجم المنتخب الأثيوبي صلاح الدين سعيد فتخلص من الدفاع الجزائري وتسديدته مرت جانبا. تبادل الهجمات بين المنتخبين تواصل ليتمكن هلال سوداني من تسجيل الهدف الأول بمساعدة من المدافع في الدقيقة 35، منهيا الشوط الأول بتفوق جزائري. في الشوط الثاني واصل المنتخب الجزائري بسط سيطرته وتوالت هجوماته دون أن تثمر، وكاد ياسين إبراهيمي أن يسجل الهدف الثاني بعد كرة بينية مع سوداني أنقذها الحارس جمال تاسو. وواصل هجوم المنتخب الإثيوبي مساعيه للتعديل لكن دون جدوى. أما الفعالية فكانت من جانب رياض محرز الذي قاد هجوما معاكسا مانحا الكرة لياسين إبراهيمي الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84. وقلص المنتخب الأثيوبي النتيجة من ركلة جزاء في الوقت المبدد من المباراة سجلها صلاح الدين سعيد لتنتهي المباراة بفوز مستحق للمنتخب الجزائري في انتظار بقية المشوار.